توجيه تهمة القتل العمدي في جريمة طعن الطالب السعودي محمد القاسم. أهلا بكم من استوديو صدى. في تطور جديد بقضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، وجهت النيابة العامة في بريطانيا تهمة القتل العمد باستخدام سلاح أبيض إلى المتهم تشاسكو ريغان، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 21 عاما. النيابة وصفت الجريمة بأنها وحشية وغير مبررة، بعد أن أقدم الجاني على طعن الطالب حتى الموت مساء يوم الجمعة في مدينة كامبريدج. الضحية الطالب السعودي البالغ من العمر 20 عاما كان قد وصل إلى بريطانيا ضمن برنامج دراسي قصير لتعلم اللغة الإنجليزية، ويعتقد أنه التحق بمعهد EF الدولي للغات المتخصص في تعليم الطلاب الدوليين. وقد مثل المتهم أمام محكمة بيتربره الابتدائية يوم الاثنين الموافق 4 من شهر أغسطس، حيث صدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، على أن يعرض مجددا على محكمة التاج في كامبريدج يوم الأربعاء القادم. وتواصل السفارة السعودية في لندن متابعة القضية عن كثب وتقديم الدعم اللازم لعائلة الضحية.